ولا دولة ولا دولة عربية. يا الجزائر. أنت أخوي الجزائر. ليش الجزائر؟ الجزائر دائما معنا يعني واقفين في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. يعني ما عملوا لنا الجزائريين. الجزائريين كل شيء بيعملوا، واقفين دائما معنا الجزائر. يا أم المليون شهيدي أهديك هتافي ونشيدي، أهديك غنائي وقصيدي، أهديك سلاما يا جزائر، أهديك سلاما يا جزائر. والله فيش حدا وقف، فيش حدا وقف فيش معنا. حدا وقف معنا. ليش طيب؟ بنحب حدا. ليش طيب؟ لأنهم كلهم بيخدلوا خدلان. بعد النار والبارود يغنى، اطلب شباب يا وطن واتمنى. دول يعني شفنا موقفها مشرف وبرفع الراس اللي هي اليمن. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة. أوصلنا رسالتنا كشعب يمني وعبرنا عن حريتنا وعن إيماننا في وقوفنا مع فلسطين ومع غزة، وقد شهد العالم بأكمله أن نحن مع القضية. يا خلايا الهاج سنار الحماسي، يا دماء القافية الحرة براسي، اشعل البركان في الوقت القياسي، اشعل البركان في الوقت القياسي. تحياتي لكم متابعينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. طبعا من قلب فلسطين، من قلب مدينة نابلس جبل النار، كل التحية لأهلنا وشعبنا الحبيب في قطاع غزة، غزة هاشم، غزة الصمود، غزة المرابطة التي تدافع عن شرف وكرامة الأمة العربية والإسلامية. في سؤال عندي تردد كثير في القناة، أنا اليوم نازل على الشارع في فلسطين ونازل في آخر ساعة قبل الأذان، يعني المغربيات. بدي أسأل أبناء هالشباب وأوقفهم، أني أكثر دولة عربية وقفت مع فلسطين؟ ومين الدولة العربية اللي ساندت فلسطين؟ وفي نفس الوقت مين الدولة اللي أنت بتحبها؟ خلينا نشوف شو رأيهم وشو ردهم. بتمنى منكم حتى يصل صوتنا لكل العالم، كل الاحترام من قلب فلسطين لكل شعوبنا العربية ولكل الدول التي تساند فلسطين، والخزي والعار إلى كل الدول المتبعة. ابقوا معنا مع أول لقاء. بتمنى منكم ما تنسوا اللايك، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، وبسم الله بعد الفاصل خلينا نكون معكم. ابقوا معنا. علينا واجب لحمل علمنا نحمي الأقصى يا بن فلسطين ونرفع علمنا. صلى الله على من خص بالإسراء للحرم الأقصى، صلى الله على من أوصى أن يسرج بالزيت الأفخم. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو أخبارك يا صديقي؟ حياك الله. كل عام وأنت بألف خير. وانت بألف خير وصحة وسلام ان شاء الله الله. يبارك فيك. صديقي كيف شايف أوضاع رمضان السنة؟ والله الحمد لله، رغم صعوبة الحياة ورغم الوضع الصعب، بس لكن احنا بنقول الحمد لله دائما وابدا. دائما وابدا الحمد لله. طيب يا صديقي سؤال سريع، انت كفلسطيني اني شايف اكثر دولة عربية وقفت معنا احنا كفلسطينيين او دولة عربية انت بتحبها شخصيا؟ والله من احنا شو بدي احكي لك، والله شايف ما حدا موقف معنا، والله شايف ما حدا موقف معنا. ما حدا موقف. احنا إلنا الله بس. ليش طيب؟ لانه ربنا خلقنا هو بتولانا برحمته. وين الملايين؟ وين الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون، يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بتهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. السلام عليكم. ورحمة الله. كيف انت؟ شو اخبارك؟ كل عام وانت بخير. انت بألف خير. كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين تمام. كيف شايف الاوضاع؟ والله الحمد لله رب العالمين مستورة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللي احنا فيه الحمد لله رب العالمين مستورة معنا. الحمد لله رب العالمين. كيف شايف رمضان هذا ورمضان السنة المرقد؟ والله في فرق كثير. في فرق. في فرق. يعني شو السبب طيب؟ السبب الحرب والوضع يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه. طيب يا صديقي سؤالنا اليوم سؤال سريع ما بدنا نطول عليك، كل عام وانت بألف خير.
انت كفلسطيني اني شايف اكثر دوله عربيه وقفت معنا احنا كفلسطينيين، او دوله عربيه انت بتحبها؟ والله شايف ولا حدا وقف معنا، ولا حدا وقف معنا، ولا حدا. عدوين. بس يعني تيجي ل اليمن. اليمن كل الاحترام لها. ليش بتحب اليمن؟ يعني عملوا لنا اليمنيين نزل ولا شيء عملوا. شو عملوا طيب؟ ولا شيء عملوا، والله بكفلوا وقفوا وقفة مع اهلنا بغزة، وقفوا معنا يعني وقفة منيحة. هنا نبعث سلام الشعب كامل، من يمن ليمان وقحاح القبايل، يوصل فلسطين والشعب المناضل، يوصل فلسطين والشعب المناضل. عهد منا يا فلسطين العروبة، نقسم برب السما من شي صعوبة، ما تركنا المسجد الأقصى وطوبة، ما تركنا المسجد الأقصى وطوبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. الله كيف حالك خال؟ شو اخباركم؟ كيف انتم؟ بدي اسالك سؤال سريع عشان ممكن هسه تطلع طلب او شيء. الله يرزقك. كيف شايف رمضان اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. الامور طيبه؟ الحمد لله. طيب صديقي، اني اكثر دوله قريبه على قلبك او حاسسها وقفت مع فلسطين؟ ولا دولة ولا دوله عربيه. يا الجزائر. انت اخوي؟ الجزائر. ليش الجزائر؟ الجزائر دائما معنا يعني واقفين في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. يعني ما عملوا لنا الجزائريين كل شيء بيعملوا، واقفين دائما معنا الجزائر. ليه بتحب الجزائريين؟ بحب الجزائريين، لو بطلع بيد اسافر عندهم بطل. يا المليون شهيدي، أهديك هتافي ونشيدي، أهديك غنائي وقصيدي، أهديك سلاما يا جزائر، أهديك سلاما يا جزائر. يا المليون شهيدي، أهديك هتافي ونشيدي، أهديك غنائي وقصيدي، أهديك سلاما يا جزائر، أهديك سلاما يا جزائر. طيب شو بتوجه رساله للجزائريين اللي بشوفوك هم بخير ان شاء الله، الله بجمعنا فيهم عن سوا. تحياتي لك. وانت خال، اي دوله عربيه حاسسها وقفت مع فلسطين؟ مش غير اليمن بس. اليمن الدولة الوحيدة، لا مسلمين ولا عرب. اليمن. كل الاحترام لك. الشعب اليمني بيشاهدك، شو بتحكي؟ بحكي لهم كل الاحترام والشكر إلهم. الله يبارك فيك يا خال، وكل عام وانتم بالف خير. كل عام وانتم بالف خير يا عمي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو اخبارك؟ تمام. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. صح. كيف شايف الصديق البيع؟ الحمد لله مسطوره. الامور تمام الحمد لله. طيب عشانك معجوك سؤال سريع. تفضل. اني اقرب دوله على قلبك وحاسسها وقفت مع فلسطين؟ الجزائر ويمن. تشتغل يا دعدع على قديش معك بس؟ قديش معك؟ 150 صح؟ بس. طيب الجزائر، ليش الجزائر؟ الجزائر طول عمرها بتوقف معنا. اسمي كان عالي وانا عاشق اوطاني، تراب الارض يعرفني فلسطيني، ارض الشوق للثائر، جبل العالي الجزائر، عالعدا غاير ابن الجزائر. السلام عليكم. السلام. شو اخبارك يا صديقي؟ والله الحمد لله تمام. كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير يا رب. صديقي، سؤالنا اليوم، انت كفلسطيني اني اكثر دوله عربيه شايفها وقفت معنا او انت بتحبها؟ والله فيش حدا وقف. فيش حدا وقف معنا. ليش طيب؟ بحب حدا. ليش طيب؟ لانهم كلهم بيخدلوا خدلان. بس عليكم السلام. كل عام وانت بخير. كيف صحتك؟ الله يرزقك يا صديقي. الله يخليك. كيف شايف اوضاع رمضان؟ الحمد لله، اللي برضه بعيش. الحمد لله رب العالمين. الله يرزقك يا رب. طيب صديقي، عندي سؤال سريع. انت كفلسطيني اني اكثر دوله عربيه شايفها وقفت مع فلسطين او قريبه على قلبك وبتحبها انت؟ اليمن. ليش؟ شو عملوا لك اليمن؟ لأنها هي الوحيدة اللي كانت شاعرة فينا بشكل جدي وبشكل رسمي يعني، وهي الدولة اللي بصراحة يعني الواحد إنه بيفتخر فيها. قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون. وجه رسالة لليمنيين اللي بيشوفونا الآن. كل الاحترام لهم. الله يبارك فيك، كل عام وانت بالف خير. يعطيك العافية. تحبهم يعني انت؟ ولا. طب شو توجه لهم رسالة وبيشوفوك؟ كل الاحترام لهم، احلى صبع كشطه وحلويات من بخيم بلاط لهم. الله يبارك فيك، كل عام وانت بالف خير. حبيبنا يا براسنا. الله حبيبك. طب الشعب اليمني قاعد بشوف فيك، شو بتحكي له؟ كل الاحترام للشعب اليمني. الله يبارك فيك، كل عام احترام لكل واحد بوقف مع اهلنا
في غزة مع أهلنا بفلسطين، واللي بوقف معنا كل احترامي له. الله يبارك فيك يا صديقي، وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير حبيبي اياد. الله يبارك فيك. الله يخليك. كل الاحترام لك. شو رسالتك انت كفلسطيني هيك يعني من قلبك للدول اللي تخلت عنك بالعرب؟ سيدي احنا بنقول الله احسن من كل الدنيا كلها. رب العالمين هو خلقنا، وهو اللي بتولانا برحمته، وهو اللي بيقف معنا بالمحن واللي بيقف معنا بالسراء والضراء. رب العالمين خلقنا هو اولى فينا. فلسطين فلسطين يا ابن يا روح، فلسطين بكفك جروح، فلسطين منزل ومدفون، فلسطين يا دواء جروحي، فلسطين كرمالك بنقاتل والاحرار عترابك قوافل، فلسطين كرمالك بنقاتل والاحرار عترابك قوافل، وشعبك صاحي على المنابر الرايات لوحي يما لوحي. متابعينا الكرام، لهنا بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. من قلب فلسطين كل الاحترام لجميع شعوبنا العربية، كل الاحترام لكل من يقف مع فلسطين، والخزي والعار إلى كل من طبع مع هذا المحتل. فلسطين والشعب الفلسطيني صامد ورابط على هذه الأرض، مهما فعلتم، مهما طبعتم، مهما خذلتم أبناء شعبنا الفلسطيني سنبقى صامدين بإذن الله تعالى. من قلب فلسطين وقبل الأذان في دقائق خلينا نحكي نشكر كل شعوبنا العربية الحرة اللي وقفت مع فلسطين. ابقوا معنا، هي سبحان الله يبلش يذكر المغرب. تحياتي لكم، بتمنى منكم وصلوا صوتنا لكل العالم من خلال اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، واستنونا في حلقات جديدة من قلب الشارع الفلسطيني. كان معكم اياد ابو الاسمر من فلسطين، فلسطيني وعاشق كل شعوبنا العربية. بحبكم، سلام. فانسكبوا لهبا حمما والله رمى الفجار، نهضوا وانتفضوا سبقوا الزمن فالحشر هنا والنار.